زيارة دكتور عمرو خالد لجامعة حلوان. ألقى دكتور عمرو خالد كلمة وسط حشد كبير من طلاب جامعة حلوان، وذلك في إطار الاحتفال بافتتاح فريق ميناء بالجامعة. أقيمت الندوة في استاد الصالة المغطاة بالجامعة، وحضرها حشد كبير من الطلاب. وقد أعرب دكتور عمرو خالد عن فرحته الكبيرة بهذا الحضور الضخم، وركز من خلال كلمته للطلاب على 4 محاور، حيث بدأ دكتور عمرو خالد كلمته بتوجيه كلمة للطلاب جميعا، وطلبهم بالتحرك، كما طلبهم بعدم الوقوف في طابور الخريجين من الجامعات الذي يمتلئ بالكثيرين، فلا بد من التحرك لاكتساب مهارات جديدة وتعلم لغات جديدة وترك جميع الأبواب المتاحة لهم. وطالبهم دكتور عمرو خالد أيضا ببذل الجهد لكي يحصدوا إنتاج هذا الجهد مستقبلا ويسعدوا به. وحذر دكتور عمرو خالد الشباب من انتظار من يحركهم، وقال إنه لا بد أن يبدأ الشاب بنفسه ويملأ وقته بكل ما هو مفيد ومتنوع ليثري حياته وعمره الذي سيسأله عنه الله تبارك وتعالى، مضيفا أن ميزة التحرك هذه ستجعلك تكتشف الكنز الذي بداخلك، وهذا الكنز الجدير بالاكتشاف لا تحصل عليه إلا عن طريق الجد والاجتهاد والتعب، فلا ينبغي أن يمر وقت عليك إلا وقد تعلمت شيئا جديدا في حياتك. كما شدد دكتور عمرو خالد على أن الله تبارك وتعالى سوف ينصرك ويقف بجانبك، وأن الأصل أن الدنيا لا يوجد بها راحة، فالراحة الحقيقية عند أول قدم في الجنة. وذكر دكتور عمرو خالد خلال كلمته لطلاب جامعة حلوان الأخلاق وأهميتها في المجتمع، فالنهضة تحتاج للأخلاق ولا بديل عنها لكي ننهض ونشعر بالنهضة والتنمية في مجتمعنا. وأخيرا أكد دكتور عمرو خالد على أهمية حب العلم والتعلم من أجل المعرفة لا من أجل الحصول على درجات وشهادة فقط، وقال أن الدول لا تتقدم إلا إذا اعتنت بالعلم وجعلته في أولوياتها، فلا بد أن نهتم بالثقافة والاطلاع في جميع المجالات. وقال أن أنجح 100 شخصية في أمريكا يجمعهم أنهم يقرؤون 50 كتابا في العام، وتساءل أين نحن من ذلك؟ وختم دكتور عمرو خالد كلمته بأهمية الإيمان في حياة الناجحين، فالإيمان يعطي قوة لنستطيع مواصلة الحياة بها والصلة بالله تعالى. كلما كانت جيدة كلما كنت أقوى على تعب الحياة. وذكرهم بأهمية ال10 الأوائل من ذي الحجة وكيف يكون جزاء العبادات فيها، وحثهم على الاجتهاد في العبادة والصلة مع الله في هذه الأيام. كان هذا هو الخبر المكتوب على موقع دكتور عمرو خالد دوت نت، وأيضا على صفحته على الفيسبوك، وذلك بعد المحاضرة التي ألقاها في حلوان. فشكر خاص لمن يقوم بصياغة هذه التقارير، وأيضا شكر خاص لمن يقوم بالتصوير والبث المباشر، وفي ميزان حسناتهم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.